عارف اللحظة دي، اللحظة اللي ما بين انك عارف المفروض تعمل ايه ومكسل تعمله، اللحظة اللي بتقنع نفسك فيها ان انت هتعمل اللي في ايدك كمان 5 دقايق او الاسبوع الجاي لان انت مش قادر الاسبوع ده. ميل روبنز مؤلفة الكتاب بتقولك ان اللحظة دي هي اللي بتحدد انت هتبقى ناجح ولا عادي، واللحظة دي طولها 5 ثواني بالظبط. لو استنيت اكتر من 5 ثواني مخك هيتدخل فورا وهيخلق لك مليون عذر. النهارده جاي اقول لك على القاعده اللي غيرت حياه الملايين وغيرت فكرتي انا تماما وخلتني اصور الفيديو ده وانا في قمه الكسل. لو انت مريض تسويف او تفكير زياده او خايف تاخد اي خطوه فالفيديو ده معمول عشانك. انا عبد الله فتحي ودي قناتكم وبيتكم التاني بين السطور. يلا بينا نخش في المفيد. ارمي الموبايل بعد الفيديو وابتدي طبق كل اللي هقوله لك. بص يا صديقي، ميل روبنز ما كانش خبيره تنميه بشريه، دي كانت ست غرقانه في الديون والمشاكل العائليه وكمان الزوجيه. كان عندها اكتئاب لدرجه ان هي مش بتقدر تصحى الصبح، وفي ليله وهي قاعده قدام الاخبار بالليل شافت اعلان عن صاروخ طلع الفضاء، والمذيع قبل ما ينطلق الصاروخ بيعد من 5 لحد 1. قالت بس انا هطبق الفكره دي بكره اول ما المنبه ما يضرب. فعلا المنبه ضرب، واول ما سمعت المنبه طبعا القرد اللي في دماغها وبيجي في دماغنا كلنا الصبح كان من النوم، بس هي تحدت الموضوع ده وعدت من 5 لحد 1 وراحت قايمه واقفه فورا. الحركه دي هي اللي سميتها قاعده ال5 ثواني. طب ليه القاعده دي بقى سحريه فعلا؟ لان في حاجه في علم النفس اسمها الفجوه بين الفكره والعمل. مخك وظيفته انه يحميك من اي حاجه متعبه او مخيفه، فلو فكرت في المذاكره مخك هيشم ريحه المجهود فيقوم باعت لك كل اشارات الكسل والتعب. لما بتعد من 5 لحد 1 انت بتفصل الكهرباء عن مركز الكسل والقلق اللي في دماغك، وبتشغل الفص الجبهي المسؤول عن القرار والحركه. العد التنازلي ده بيعمل قفله للافكار السلبيه اللي في دماغك، بيدي لمخك امر واحد بس: اتحرك. عايزك دلوقتي وانت بتتفرج عليا شوف ايه الحاجه اللي كنت المفروض تعملها واجلتها. طبق القاعده دي حالا، عد من 5 لحد 1 واكتب لي في التعليقات انك قمت عملتها. هتقول لي طيب يا عبد الله انا عرفت اعد بس انا لسه مش حاسس ان انا عاوز اتحرك او لسه خايف من النتيجه. ميل روبنز بتقول لك انك عمرك ما هتحس ان انت مستعد. الشجاعه انك تتحرك وانت خايف. وفي الجزء الجاي هنعرف ازاي قاعده ال5 ثواني دي هتربي فيك عضله الشجاعه وازاي تغير السلوك بتاعك حتى لو مودك في الارض. بص يا صديقي، في كذبه كبيره بنصدقها كلنا اننا بنستنى اللحظه المناسبه عشان نعمل اللي عايزين نعمله. ميل روبنز بتفجر القنبله هنا وبتقول لك انك عمرك ما هتحس ان انت مستعد. الحقيقه المره ان عقلك دايما بيميل للراحه والسهوله، فلو استنيت لما تحس انك عايز تذاكر او تروح الجيم، لو استنيت في مكانك لحد ما تحس، عمرك ما هتتحرك من مكانك. هنا بقى بتيجي قوه الشجاعه. الشجاعه الحقيقيه انك تعمل الحاجه الصح وانت مش طايق تعملها او وانت خايف منها. قاعده ال5 ثواني هي الاداه اللي بتديك الشجاعه عشان تعمل اللي انت عايز تعمله. طب ازاي القاعده دي هتغير سلوكك؟ ميل روبنز بتقول لك ان في فرق بين الدافع والفعل. انت ممكن يكون عندك دافع انك تخس، بس الفعل انك تقوم تلبس الكوتش دلوقتي هو ده اللي بيفرق. لما بتعد من 5 لحد 1 انت بتقفل المحكمه اللي جوه دماغك خالص، المحكمه اللي بتفضل تديك اعذار. انت بتجبر نفسك على لحظه شجاعه مدتها 5 ثواني بس، واللحظه دي كفيله ان هي تغير مسار يومك كله. خليك فاكر يا وحش، الشجاعه عامله زي العضله، كل ما تستخدم قاعده ال5 ثواني عشان تعمل الحاجه دي العضله دي بتقوى. سؤال بقى ليك، ايه اكتر حاجه بتخاف تاخد فيها خطوه؟ مكالمه تليفون، تروح الجيم، مذاكره ماده صعبه؟ جرب تعد ال5 ثواني دول وشوف ايه اللي هيحصل. طيب يا عبد الله انا بدات فعلا اتحرك بس عندي مشكله في دماغي دي خلاط افكار سلبيه وقلق. انا بخاف من المستقبل وبخاف من كلام الناس وبخاف افشل بعد ما بدات. الجزء اللي جاي هنعرف ازاي قاعده ال5 ثواني مش بس بتخليك تتحرك، دي كمان بتخليك تسيطر على خلاط الافكار السلبيه اللي في دماغك والقلق. هنعرف ازاي نوقف القلق ونحول الخوف لطاقه. بص يا صديقي، احنا بدانا نتحرك بره بس في خناقه جوه دماغنا. عارف الصوت اللي بيفضل يوش في دماغك قبل ما تنام؟ يا ترى هلحق اخلص؟ طب لو فشلت شكلي هيبقى ايه؟ الناس هتقول عليا ايه لو ما عرفتش احقق حلمي او ما عرفتش احقق الحاجه اللي انا عايز اعملها؟ ميل روبنز بتقول لك ان القلق هو عاده سلبيه مخك اتعود عليها عشان يفضل في منطقه الامان. القاعده دي هي الفرامل اللي بتوقف الافكار السلبيه. ازاي بقى تسيطر على الافكار السلبيه اللي بتجيلك دي؟ بالقاعده، اول ما تحس انك بدات تغرق في فكره سلبيه او تخاف من المستقبل اقطع السلك فورا، عد من 5 لحد 1. الحركه دي بتجبر مخك انه يسيب مركز المشاعر والقلق ويروح لمركز المنطق والحساب. انت كده بتعمل كتم للصوت اللي بيحبطك. ميل روبنز بتقول حاجه عبقريه علميا: جسمك في حاله الخوف هو جسمك في حاله الفرحه، هو جسمك في حاله الحماس. ضربات
ضربات قلب سريعه، نفس عالي. الفرق الوحيد هو الاسم اللي مخك بيديه للحاله دي. لما تحس انك خايف من برزنتيشن مثلا او امتحان، عد من 5 لحد 1 وقول لنفسك انا متحمس. انت كده بتضحك على مخك، تسحب الطاقه اللي كان هيضيعها في الرعشه، خليها طاقه دفع لانجازك. الخلاصه يا وحوش، انت مش افكارك، انت الشخص اللي بيسمع الافكار دي، ومعاك الريموت بتاع قاعده ال5 ثواني اللي تقدر تقفل بيه اي افكار. طيب يا عبد الله، انا كده سيطرت على حركتي وعلى عقلي، تفتكر ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ميل روبنز بتقفل الكتاب بجزء يخض، تقول لك ان حياتك كلها عباره عن سلسله من القرارات الصغيره. هعرفك دلوقتي ازاي قاعده ال5 ثواني مش بس هتخليك تنجز شغل بكره، دي هتديك ثقه في النفس قويه جدا وهتغير مسار حياتك بالكامل. وصلنا للمحطه الاخيره، وكل اللي قلناه في الاجزاء اللي فاتت كان مجرد ادوات، لكن اللي هقوله لك دلوقتي هو المعنى اللي هيخلي حياتك فعلا تتملي بالنجاح. ميل روبنز بتقول لك جمله قويه جدا: حياتك هي نتيجه لقراراتك، والقرار بياخد بالظبط 5 ثواني. انت متخيل يا صديقي ان المسافه بينك وبين الشخص اللي عايز تكونه هي لحظه شجاعه؟ انت مش محتاج خطه ب10 سنين عشان تبدا، انت محتاج تكسر بس حاجز ال5 ثواني في كل قرار صغير بيقابلك. ليه الثقه بالنفس كذبه كبيره؟ اغلبنا فاكر ان احنا في معظم الوقت لازم نكون عندنا ثقه في نفسنا عشان بس نتحرك. ميل روبنز بتقول لك لا، انت بتتحرك الاول. الشجاعه بتيجي والثقه بتتبني. الثقه مش جينات انت مولود بيها، الثقه هي سجل نجاحاتك الصغيره اللي عملتها وانت خايف. لما المنبه يرن وبتعد من 5 لحد 1 وتقوم، انت بتدي اشاره لمخك وبتقول له انا المدير هنا. الرساله دي هي اللي بتبني الثقه. السر في الافعال الصغيره يا وحوش. ما تبصوش للجبل تحت وتقول صعب نطلعه، بص تحت رجلك الاول. النجاح مش ضربه حظ، النجاح هو تراكم لالاف المرات خدت القرار الصح. ميل روبنز مش بتديك مجرد نصيحه، هي بتديك سلاح، والسلاح ده ملوش قيمه لو فضلت سايبه في الجراب. من اللحظه دي انت ما عندكش عذر، ما عندكش اي عذر انك تفضل محلك سر، ما عندكش عذر انك تسيب احلامك عشان تفضل مكسل او تفضل معنتخ. انا عبد الله فتحي، ودي قناتكم وبيتكم التاني بين السطور. انا محتاج منك 3 حاجات. اولا، اكتب لي اول حاجه هتعملها اول ما الفيديو ما يخلص بقاعده ال5 ثواني، سواء مذاكره او تمرين او حتى ترتب اوضتك. ثانيا، اوصف لي حياتك كمان سنه لو انت ما قررتش تاخد اكشن فعلا وتحاول تطبق قاعده ال5 ثواني. هل انت بقى راضي؟ ما تنساش اللايك اللي بيساعدنا نوصل لاكبر قدر من الناس. اشترك في القناه عشان لسه في ملخصات كتب كتير ومعلومات هتفيدك كتير.